ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده من عجينه الباف باستري هنعمل 3 اكلات احلى واسهل والذ من بعض. للاكله الاولى محتاجين نص كوبايه فستق مكسرينه كده، وهنحط عليه 3 معالق لبن مكثف ونعجنه كويس مع بعض. بعد كده هناخد بقى العجينة. طبعا عجينة الباف باستري دي هي جاهزة كده، أنا جايبة منها كيلو مستطيلات بالشكل ده. هترشي عليها دقيق من فوق ومن تحت كده علشان ما تلزقش معانا واحنا بنفردها، وهتفرديها بالنشابة كويس كده. وبعدين هنحشيها بالفستق اللي عجناه باللبن المكثف. ممكن طبعا تغيري نوع الحشوة براحتك، ممكن تحطي فول سوداني، ممكن تحطي زبيب وجوز هند، أي حاجة، بس المهم خلي الحشوة في النص، ما تنزليهاش على الحروف قوي علشان ما تطلعش من بقلاوة وهي بتستوي. ده شكل العجينة. بناخدها بقى مستطيلات كده زي ما انتي شايفة المستطيل كده، وبتفرديه بالنشابة. وبعدين تحشيه زي ما بقولك الحشوة اللي انتي عاوزاها، اللي مفضلاها يعني. احنا هنا حشيناها بالفستق، ممكن تغيري النوع براحتك خالص. عملنا بقى كده واحدة تانية اهي، فردناها. هنفضل نعمل كده لحد ما الصينية تتملي معانا. طبعا الصينية دهنينها سمنة او زبدة بالفرشة كده من تحت. هنملى بقى بالفستق بتاعنا اهو، ونعمل الرولة بطريقة سهلة خالص وتغيير عن البقلاوة اللي متعودين عليها اللي هي بالجلاش. لحد ما الصينية تتملي هناخدها بقى، هنساوي الحروف كده بالسكينة، هسويها وما ترميش بقى اللي طلعتيه ده. هنعيد تشكيله تاني، وهنقطعها لمربعات بالمقاس ده كده، بالشكل ده. وبعدين اخدت بقى الحروف اللي طلعتها اهي، بقولك عدت تشكيلها وحطيتها في الصينية تاني، ما ترميش حاجة. بس بفرشة بقى بسمنة أو زبدة، وندهن الوش كويس قوي كده وندخلها على الفرن. هنعمل بقى الحادق. أخدت المستطيلات برضو، بس قسمتها المرة دي نصين كده، وفردتها بالنشابة وحطيتها في صينية مبطنة بورق زبدة كده. وهنعمل الفطاير الحادقة. الفطاير الحادقة طلعت حلوة جدا، يعني أنا عجبتني قوي قوي الفطاير الحادقة، ومن غير بقى عجن ولا حاجة، سهلة جدا. زي ما بقولك أنا مستعملة كيلو. أدي الفطاير الحادقة أهي، رصيتها كده جنب بعض، وبالفرشة عملتها، دهنتها بالسمنة كده أو بزبدة براحتك، أو لو تحبي زيت مش مشكلة. الحروف كده رشيت عليها حبة البركة، بلاش تحطي في النص لأن النص طبعا هيتغطى بالحشوة. رشيت عليها كده حبة البركة، وبعدين بدأت بقى أحشيها. الحشوة بقى دي براحتك خالص، أي حاجة موجودة عندك. أنا حطيت حبة جبنة رومي، وبعدين حبة لانشون كده مقطعاه صغير، موتزاريلا، يعني ممكن تحطي شيدر، ممكن تحطي أي نوع جبن عندك. وممكن لو تحبي تحطي عصاج لحمة أو بواقي فراخ عندك، أي حاجة هتبقى لذيذة جدا فيها. هي زي ما بقولك الفطاير الحادقة طلعت طعمة جدا، طعمة قوي قوي. وحطيت بقى حبة زيتون، شرايح كده زيتون أخضر، ممكن تحطي زيتون أسود. وحطيت شوية فلفل ألوان. بس بالشكل ده هندخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180. حطيت على الرف الوسطاني. أخدت حوالي 25 دقيقة وخمس دقايق أو نص ساعة تقريبا، وخمس دقايق للشواية كده تدي لون للجبنة ويبقى شكلها حلو. بس فلفل بقى ألوان أهو، وعلى الفرن. الصنف بقى التالت، أنا أخدت شوية من المستطيلات صغيرة كده، دخلتها الفرن اتحمصت. البقلاوة أهي طلعت. البقلاوة أخدت بالظبط 40 دقيقة من تحت، وخمس دقايق في الشواية على درجة حرارة 180. بعد ما طلعت وهي سخنة، كوباية لبن مكثف باردة طبعا، وهنسقيها بيها كلها، نحطها كلها عليها، وزعيها كده كلها عليها كويس. طبعا هو الصنف ده بيتعمل كده، لكن لو تحبي مثلا تغيري اللبن المكثف وتسقيها شربات براحتك. واللبن المكثف ده انا عاملاه في فيديو قبل كده، شوفيه معمول ازاي واعمليه. غطيت بقى الصينية وسبتها ساعة تتشرب اللبن كله. ادي شوية اللي حمصناهم طلعوا، وقطعتهم بقى صغير كده. وبعدين هعمل لها الكريمة بتاعتها، الصنف الأخير ده كوبايات لذيذة قوي. 2 من صفار بيضة مع معلقتين السكر مع الفانيليا، وهنضرب كده لحد السكر ما يدوب خالص.
ويبقى لونه أبيض، البيض يبقى لونه مبيض كده خالص. وبعدين حطيت كوباية لبن وبعدين معلقتين نشا كبار، وتقلبي كده على البارد، وبعدين نرفعهم على النار. رفعتهم بقى على النار وتقلبي برضو. وبعدين لما القوام بتاعها هيبقى سميك هحطه بقى بالشكل ده اهو، هحطه في طبق بره واسيبه لما يبرد خالص. اشيله من الحلة بتاعته كده واطلعه كده واسيبه يبرد بدرجة حرارة الغرفة اهو شكله كده. كوباية بقى كريمة خفق، وبمضرب مضرب البيض كده هضربها بقى لحد ما القوام بتاعها يتخن. هحط لها سكر بودر بس معلقتين، وهضرب بقى جامد كده لحد ما القوام بتاعها يبقى سميك شوية. هبدأ اجيب الكريمة اللي عملتها، اللي عملتها بصفار البيض واللبن، هجيبها واحط بقى منها شوية بشوية واضرب. ما تحطيهاش كلها مرة واحدة، شوية شوية، وتضربي لحد ما يبقى شكلها كده. هجيب بقى الكوبايات بتاعتي اللي هقدم فيها، او لو تحبي طباق، او لو تحبي في صينية كبيرة مش مشكلة، بس طبعا هي الطباق او الكوبايات بتبقى حلوة في التقديم. حطيت طبقة من الباف باستري الاول، وبعدين طبقة من الكريمة، وبعدين اي فاكهة عندك. انا حطيت شرايح موز، ممكن تحطي فراولة، ممكن تحطي مكعبات تفاح، براحتك خالص. وبعدين حطيت باف باستري تاني، وبعدين عجينة تاني، وبعدين هنزين بقى الوش بحبة باف باستري قليلين كده وشرايح موز تاني للتزيين. الكوبايات دي حلوة قوي، هتعجبكم جدا، وزي ما بقولك سهلة كده انك تقدميها. كده عملنا 3 اكلات من نفس العجينة. الفطاير الحادقة طلعت اهي لذيذة جدا، والبقلاوة والكوبايات الحلوة اللذيذة دي، ال3 احلى من بعض. البقلاوة بقى سبتها طبعا ساعة لحد ما اتشربت اللبن خالص، وبعدين رشيت عليها حبة فستق لتزيين الوش كده، يبقى شكلها جميل. تغيير عن البقلاوة المعتادة بتاعتنا اللي هي بالجلاش. وانا بقدمها بقى حطيت عليها حبة لبن مكثف تاني كده للتزيين، وحبة فستق، يبقى فيها صوص كده باللبن. وبألف هنا، هتعجبكم قوي قوي البقلاوة دي. والفطاير برضو طلعت لذيذة جدا، شايفة شكلها حلو قوي. وباي باي.